ازاي تقدر تحقق الحاجات اللي المفروض ان انت تحققها وانت عندك 30 سنه او ايا ما كان، خلال السنتين الجايين دول، ايا ما كان بقى سنك. مش تفرق قوي حته معادله الارقام دي، لان اغلب التوفيق هيبقى متوفيق عند ربنا طبعا. بس انا بقول لك لو انت هناخد بالاسباب ازاي فعلا ممكن تحقق حاجه قدام في اسرع وقت ممكن غيرك حققها في 10 سنين. تمام. عايز اقول لك على حاجه. العصر اللي احنا فيه ده والله العظيم من اسهل العصور اللي انت ممكن تنجح فيها في حياتك. من اسهلها ومن اصعبها. ازاي بقى؟ من اسهلها هو انك انت حرفيا عندك التولز كلها. انت عندك الاي اي، عندك يعني شات جي بي تي او كلود او اي مكان. عندك حاجات كتير ليها علاقه بان في ناس كتير قوي بتطلع على اليوتيوب بتشرح شرح كتير قوي كورسات، مثلا سواء انت سرشت على ميديا باينج او انت سرشت على الفوتوشوب او اي مكان. هتلاقي لها مصادر كتير بالعبيط، وهتلاقي حتى ناس منزله كورسات على تليجرام او اي مكان بالعبيط. هتلاقي كل حاجه حرفيا بالعبيط بكميه مهوله يعني. تمام. فانت حرفيا معاك تولز او الاسلحه اللي تخليك توصل للليفل ده. بس انت هنا عندك مشكله. ايه هي المشكله؟ هي مشكله التشتيت. تمام. هو انك انت حرفيا عندك كذا مسار انت المفروض تمشي فيه. في ناس بتقول لك الميديا باينج كويس، تعال ندوس على الميديا باينج. في ناس تقول لك لا، حاجات لها علاقه بالاي اي جنريشن، او اللي هو انك ازاي تستخرج صور بالاي اي، تعال ندوس فيها. لا، في ناس تقول لك خليك كونتنت كريتور وخليك انفلونسر وهتطلع فلوس كويسه ومش عارف ايه، رحت تعمل كونتنت. ناس قالت لك لا، الكليبنج، الكليبنج طالع الفتره الجايه، فانت رحت للكليبنج. مهاب بيقول لك مش عارف كذا، حاجات لها علاقه بالبيزنس سكيلز، انت رحت تتعلم بيزنس. المهم انك انت مش بيزنس سكيلز على فكره حاجه سلاحك بجانب المهاره يعني، بس ما علينا. فانت كنت مشتت فتره اخيره، فحرفيا انت ولا بدات ولا بدات ولا بدات ده. وكل ما اكلم حد يقول لي انا عايز ابدا من بدري، فانا دايما مش هكذب عليكم، انا دايما بعمل فولو اب. تمام. بشوف الناس اللي انا كلمتها قبل كده ما وصلتش لحاجه، بشوف ايه الاخبار هم او زمان يعني، وما اشتروش مني اي مكان وبتاع. حتى لو ناس كلموني بس عادي، بشوف بس هم وصلوا لحد فين، عملوا ايه بتاع. انا بلاقي ناس وصلت لحد 6 شهور والله العظيم ما عملوا اي حاجه، ما فيش اي تقدم واحد. قال لك جربت شويه افتح سي دي اي او كونتنت ديستريبيوشن ايجنسي وفشلت. وبعد كده جربت اعمل مش عارف ايه وخلاص. ومن ساعتها بقى وقفت شاطر الامتحانات واتسحلت في الدراسه واتسحلت في اي مكان يعني. ده هيوصل بعد 100 سنه يعني، مش كمان حتى 10 سنين، بعد 100 سنه يعني. لو ربنا اراد ان هو يعيش 100 سنه جايين كمان ممكن ما يوصلش فيهم. فاهم حاجه؟ ليه بقى؟ عشان خاطر حته العقليه نفسها. فكره عقليه. انا دلوقتي فشلت في حاجه، انا فشلت كتير فشخ، ولسه على فكره لغايه دلوقتي بفشل لغايه الى يومنا هذا لغايه دلوقتي. ودي صعبه ان هي تتقال على فكره في البيزنس، لان كل الناس بتطلع تقول لك ان هي ناجحه وبتاع عشان خاطر انت تشتري منها او اي مكان. بس انا بقول لك انا فشلت في حاجات كتير، ولحد على فكره فتره مش بعيده انا فشلت. اوكي عادي، بس انا بتعلم. ما هو لازم افشل عشان اتعلم. ما هو انا لو نجحت دلوقتي حرفيا في سنه او في اي مكان من غير ما اتعلم، من غير ما يتداس عليا، انا كل سنه وأنت طيب الفلوس بتاعتي بجد بجد كلها هتطير. تخيل انا مثلا فتحت محل كده ومشي معايا وانا مش فاهم اي حاجه في اي حاجه، وعلى الله ان شاء الله، والرزق اللي بيجي على الله. الشهر اللي بنخسر فيه برضو بنقول على الله. وفتحت محل وخلال سنه واحده بس نجح معايا كده، السنه الجايه هيقفل. لان انا ما اعرفش ايه اللي بيشغل المحل، بجد انا ما اعرفش. فالفشل جزء من البروسيس. كل ما انت تكون سنك صغير ويكون انت مش متجوز او انت مش مخلف او اي مكان، فانت عندك الحريه الاكبر انك انت تعك تعك اكتر. كتر ما تعك اكتر هتتعلم اكتر. دي هي دي الفكره. افشل كتير وافشل بسرعه عشان توصل اسرع. يبقى واحده من اهم التولز بتاعتك انك انت تفشل كتير. بص يا جدعان، بايسبس والله العظيم فعلا شغل. عارف انت لما تيجي تصور بايسبس في السيلفي وتطلع مش كويسه؟ نفس القصه. فكره بايسبس اكبر من كده شويتين. تمام. آه ما علينا يعني. افشل كتير وافشل بسرعه عشان الترس يتحرك ناحيه النجاح اكتر. انما لو انت خايف تفشل فانت حرفيا فاشل. يعني لو انت قاعد وخايف تفشل بجد دلوقتي، فانت حرفيا احب اطمنك واقول لك انك انت دلوقتي فاشل عشان انت حتى ما حاولتش. يعني لو انت حاولت 50% ناجح 50% فاشل، هنقول ان هي 50 50. تمام. مش هنحبط حد يعني، 50 50. دلوقتي انت 100% فاشل انك انت حتى ما حاولتش. انت اللي بتتكلم في ايه؟ ف ولو انت بتفكر في اي قرار في الدنيا له علاقه بانك انت عايز تجرب بيزنس او اي مكان
وانت لسه ما معكش حاجه، انت لسه من صفر وعايز تجرب حاجه، لو انت فكرت اكتر من حوالي 20 ثانيه، بس بجد انت عندك استروجين فشيخ بجد بجد. فكره كده تتشتت، وانا مش عارف اعمل ايه، اعمل ده ولا اعمل ده. ما تعمل اي حاجه يا اسطى، ما تدوس بجد. وانت وراك حاجه، انت ليه حاسس انك انت مخلف وعندك عيال وبتاع؟ بجد ليه؟ ما تدوس يا عم، ان شاء الله يلعنبوا البيزنس كله يا عم، فشل يا عم، انا قفلت ديك ام الديلرز ولا الموضوع مش فارق معايا يا جدعان. ما هفتح ايجنسي، ممكن افتح ايجنسي عادي جدا. كنت عايز افتح ايجنسي ايه والله نسيت. أه والله كنت عايز افتح ايجنسي اصلا، بس انا المشكله ان انا ملعاني هي حته الدراسه دلوقتي، لان انا فاضل لي سنه واتخرج، فانا مستني اخلص دي السنه دي. وهفتح ايجنسي وهفشخ شكل الدنيا، وحياه امي هبقى خطر على السوق. تمام. الناس كلها عارفه كده، اي حد عارفني عارف ان انا بجد بجد خطر على اي سوق انا هدخل فيه بالبيزنس سكيلز اللي معايا دي. تمام. آه ما علينا يعني. اصلا مش هشتغل مع سوق عربي غالبا، هشتغل مع سوق اجنبي. تمام. ف ف انت فهمت المنطق نفسه، انك انت لو انت ما حاولتش، فانت حرفيا 50% فاشل. لو انت حاولت 50% ناجح، 50% فاشل. ما حاولتش 100% فاشل. تمام. المشتتات، جرب اي حاجه حتى لو هتفشل. الطبيعي ان هي تفشل. ليه بقى؟ انت عايز تفشل عشان خاطر تتعلم. ما هو انت لو انت الدنيا معاك نجحت وبتاع والدنيا معاك تمام وبتاع، انت كده ما اتعلمتش اي حاجه حرفيا. تمام. او ممكن اتعلمت جزء بسيط، لكن الفشل هو اللي بيعلم. عايز اقول لك على حاجه، انت ممكن تدعي ربنا وتقعد تقول يا رب نجحني في المشروع بتاعي ده يا رب، مش عارف ايه بتاع، ويجي المشروع يفشل، وتيجي تقول استغفر الله العظيم يا رب، ليه يا رب انت عملت فيا كده؟ لا، ما هو ده من جزء من البروسيس نفسها. انت مخك مش مستوعب، ده جزء من البروسيس. لما يحط قدامك مشاكل وعقبات وحاجات زي كده، هو مش لازم. بص يا جدعان، آه، ما فيش دعوه بتروح يعني هدرا كده، ما فيش اي دعوه انت بتدعيها بتروح كده للا شيء. لا، هي بتترد لك في الاخره، بتترد لك في الدنيا في لحظتها، يا بتتاخر لك، يا اما ربنا بيعوض لك حاجه تانيه. فهمت حاجه؟ فانت مثلا دعيت ربنا ان البيزنس ده ينجح، وفي الاخر هتلاقي نفسك انك انت البيزنس ده بجد لو نجح، ده الحاجه بجد اللي انت ما كنتش حاببها. يعني مثلا ممكن تكون انت يوتيوبر مثلا، وبزنس له علاقه باليوتيوب فشل مثلا وبتاع، وانت يا سيدي عايز تبقى لو كي ريتش. يعني ايه لو كي ريتش؟ اللي هو انت عايز تبقى معاك فلوس كتير، لودز اوف ماني، وانت حرفيا ما مش هقول لك ما يبانش عليك، بس يعني ما تبقاش انت معروف على السوشيال ميديا قوي. يبقى انت مثلا حرفيا عندك 70 فولور. وانا اصلا غالبا هعمل كده لما افتح ايجنسي، يعني بجد ممكن اقفل الدنيا دي كلها، ممكن بس اشتغل منتور شيبس على ضيق. تمام. اخد معايا مثلا 5 او اي مكان، آه، 5 في الشهر بس، وبس يعني. ف وافتح الايجنسي بتاعتي، واكون انا بكسب من الايجنسي بتاعتي، واكون بكسب من ده ومش عارف ايه، وانا حرفيا عندي 70 فولور على الانستجرام، مش حاطط صوره البروفايل بتاعتي، مش حاطط اي حاجه، وعامل اكونت حتى برايفت، محدش يعرف اي حاجه ليها علاقه باللايف ستايل بتاعي. انا بحب الحوار ده جدا، بدليل اقول لك حاجه، انا اصلا شخصيا بحب الحوار ده، بدليل ايه؟ ان انا بخاف او ما بحكيش لحد من صحابي انا شغال ايه. دي حقيقه. انتوا عارفين الحوار ده؟ والله العظيم ما بحكي لحد من صحابي انا شغال ايه. يعني الا بس يعني ممكن نقول اقله خالص، يعني دول بقى اللي بعشرني. غير كده انا اصلا ما بحكيش لحد مثلا من صحابي في الجامعه، او من صحابي في كارير او في اي مكان انا شغال ايه، لان انا مش عارف. انا حاسس ان انا عايز ابقى لوكي، مش فكره حسد والله العظيم، مش قصه حسد، قصه ان انا عايز ابقى كده معايا فلوس في فودافون كاش، ولا حرفيا ما حدش يعرف من اي عن اي حاجه بجد. يعني تخيل انك انت حرفيا مثلا، يا اسطى بجد انت ماشي في الشارع لابس لبس عادي سيمبل بجد عادي، مش دوشه، مش حاجات، مش ساعه رولكس مثلا، مش عارف ايه بتاع، و ومثلا معاك حوالي 100,000 جنيه مثلا على المحفظه بتاعتك او اي مكان يعني. 100,000 جنيه في ناس ممكن تقول لك مش رقم، هو اصلا مش معاك. يعني الناس اللي بتقعد تقول لك 100,000 جنيه او مليون جنيه هو ده رقم، حبيبي الرقم ده حتى اصلا مش معاك يعني، فاهم حاجه؟ بس هنقول ان هو معاك 100,000 جنيه مثلا معاك في المحفظه، دول زياده حرفيا. مش بقول لك انك انت تصرفهم، بس هم معاك زياده. فكره الاورا بتاعتك حرفيا وانت ماشي، فكره انك انت بجد يا اسطى انت ممكن تروح في اي مطعم في الدنيا مع اصحابك وتقدر تدفع، ما يبقاش عندك حته اللي هو انا مش عارف ادفع يا جدعان، انا مش عارف اجدد اشتراك الجيم، انا مش عارف اجيب مكملات، مش عارف اعمل اي مكان. الاوبشن ده ما بقاش موجود خالص، انت اوريدي معاك فلوس، ما بقاش في حاجه تشيل همها حرفيا. انت ممكن تجيب اي حاجه تقريبا بكره. يعني لو انت عايز تجيب ايفون جامد جدا هتجيب بكره، لو انت عايز تجيب موتوسيكل
كويس او صيني او اي مكان هتجيبه بكره. فكره السلطه دي نفسها انك انت يكون انت عندك الاختيار انك انت معاك الحاجه ومش عايز تجيبها، فما بالك بقى بمليون جنيه مثلا وانت ماشي ممكن تجيب، ما اعرفش في شقه ممكن تكون في الشقه بمليون جنيه تقريبا، ممكن اللي هو انت حرفيا انت بجد ممكن تجيب شقه دلوقتي حالا حالا، قاعد مع ناس كده بجد ممكن تجيب لك شقه، بس انت مش هتعمل كده. بس فكره الاورا نفسها فاهم حاجه؟ فكره انك انت ممكن تجيب افشخه موتوسيكل، ممكن فكره انك انت ممكن تجيب عربيه دلوقتي حالا. انت متخيل الموضوع؟ انت طبعا مش جاي على نفسك عشان خاطر تعمل دي فلوس فائضه منك، انت حرفيا ممكن تجيب منها اي حاجه دلوقتي حالا. وحتى لو انت ما جبتش حاجه، بس فكره الاورا نفسها، لان انت ما بتجيبش حاجه، انت اكيد مش غبي يعني اللي بيعمل مليون جنيه ده، بس اكيد مثلا مش غبي يصرف مليون جنيه في عربيه، لا هو بيفكر بطريقه هو ازاي يكبر المليون جنيه دي يخليها 5 مليون جنيه او 10 مليون جنيه او اي مكان يعني تمام. آه بس فكره الهاله او الاورا نفسها اللي معموله. فنرجع لموضوعنا، عشان تحقق الحاجات اللي انت المفروض تحققها في 10 سنين في سنتين بس باذن الله، انت المفروض تصرف، يعني تصرف فلوس يا تصرف مجهود. لو انت انا بالنسبه لي المجهود بتاعي او فلوسي او سوري الوقت بتاعي اهم 100 مره من الفلوس. اقول لك حاجه، فلوس بتروح وتيجي بجد. انا ممكن اسافر دلوقتي حالا ما عنديش اي مشكله، لو اصرف فلوس كلها في تعليمي والله العظيم ما عنديش اي مشكله، اقسم برب اسافر لو عارف الحاجه اللي هتعلمها دي هتفيدني في البيزنس بتاعي، اسافر اخد منتور شيب هنا بقى بكام الف جنيه مش عارف ايه بتاع ب 10000 ولا ب 20000 جنيه ولا باي مكان، على منتور شيب هنا ب 20000، على مش عارف كورسات مثلا بخمسه ولا ب 10000 جنيه ولا اي مكان. شوف انا صرفت كده مثلا قد ايه، توتال 30000 جنيه هيرجعوا لي 150000 جنيه مثلا. انت متخيل رقم؟ متخيل؟ الاستثمار في تعليمك هو افضل استثمار ليك. اقول لك على حاجه، ممكن اعمل حاجه افشخ من دول كلهم، ايه هي بقى؟ ان انا بجد ممكن انزل تدريب في شركه، ممكن انزل تدريب في شركه من الشركات. يعني انا مثلا انا معايا مثلا يعني مثلا 20000 جنيه، حلو كام؟ انا عارف ال 20000 جنيه دي وانا قاعد في وسط اهلي وبتاع هتقضيني مثلا مده شهرين، انا الشهرين دول اصرف منهم على نفسي بال 20000 جنيه واوقف شغل وانزل تدريب في شركه من الشركات لمده شهرين، يخرب بيت الجمال. شهرين تعب بتتعلم حاجه لها علاقه بالبيزنس بقى والماركتنج مش عارف ايه، تتعلم بقى كل نواحي البيزنس نفسها. انت متخيل الفكر؟ متخيل؟ يعني شهرين تدريب انت ممكن بعد كده هتبقى حاجه تقيله، سواء انت هتبدا حاجه لنفسك او انك انت هتكون انت كسبت خبرات هتفيدك بعدين. فلوس ما بتطيرش، مفيش حاجه في الدنيا اسمها ان انا جربت اعمل مشروع برقم فلاني والمشروع فشل وانا خسرت فلوسي. لو خسرت فلوسك، فلوسك هنا، فلوسك هنا، وفلوسك هنا اهم بكتير قوي من فلوسك في جيبك. فلوسك في مخك اهم 100 مره من فلوسك في جيبك. انا معيش خاطر في هوا وفي ستاره، ما بحبش انا الشغل البضان ده. ف فلوس في جيبك، لو فلوس في جيبك بجد هي مش هتتحرك. لو فلوس في جيبك هي والله العظيم ما هتتحرك. الفلوس لو في مخك هو ده البنزين. فلوس لو في مخك هتعمل لك فلوس اكتر من البيتكوين، هتعمل لك فلوس اكتر بكتير قوي من الذهب، اكتر من الذهب، اكتر من الفضه، اكتر من اي استثمارات في الدنيا حرفيا. هو انك تحط فلوس في مخك، تحط فلوس في تعليمك، في حاجات الريفينيو بتاعها ممكن يبقى انت داخل رقم اكس يطلع لك 10 اكس كفلوس. فهمت انا بتكلم في ايه؟ ده الحل الوحيد انك انت تعرف تنجح في حياتك. لو انت مثلا عايز تشتري كورس، انا شوف انا بديك حتى مع كومبيتيتورز غيري ما عنديش اي مشكله بجد يعني. عايز تشتري كورس ليه علاقه بمجال انت حاسس انك انت حابه، اشتري. اشتري، مش لازم تقعد على اليوتيوب وتقعد تدور وتعمل وتخلي وتسوي. الراجل ده هيلخص لك حاجه في شهرين، انت هتطبقها وهتدور عليها وكل ده في 10 شهور او في 12 شهر. فانا يا عم لا، انا اعمل حاجه في شهرين احسن بكتير واصرف فيهم فلوس احسن بكتير قوي من ان انا اقعد سنه بجنحر في المجال. ليه بقى؟ لان انا السنه اهي حققت الحاجه اللي فيها في شهرين، ما عندي 10 شهور تانيين اعرف اعوض اضعاف 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 الفلوس اللي انا خلصتها في الشهرين دول. فهمت انت بتفكر ازاي؟ فبالتالي لو في حاجه احققها كمان 10 سنين احققها كمان سنتين، نفس المعادله دي، او سنتين او 3 سنين او اي مكان بنفس المعادله دي. لو انت متاخر اوريدي ابدا اصرف فلوسك. يعني لو انت متاخر لقيت نفسك انك انت بجد بقالك 6 شهور بجد ما عملتش اي حاجه، اتصرف وتشقلب و... ودوس يعني. عايز اوصل، ممكن توصل لمرحله انك انت بجد بجد ممكن تستلف. والله العظيم كده بجد. يعني انت بدل ما تستلف عشان تعمل مشروع او تعمل بتاع، استلف في انك انت، انا مش بقول لك انك انت رحت تتدين قوي
بس حاول تستلف من حد ممكن يصبر عليك شويه، يعني مثلا اخ او اي مكان في تعليمك مثلا في كورس او في اي مكان، ودوس فيه، ودوس فيه ما دام انت واثق من نفسك ومؤمن بنفسك ومؤمن انك انت الفلوس دي هتعرف تجيب اضعافها اضعافها. والفلوس اللي انت استلفتها من اخوك يا سيدي ردها له، اديها مره وربع او مره ونص او اي مكان، لان هو دعمك او اداك الزقه اللي في الاول يعني. فاهم حاجه؟ آه بس ده كان كل اللي عندي. لو انت عايز تتعلم مني انا شخصيا حاجات لها علاقه بالبيزنس سكيلز، املى الفورم اللي تحت، اكتب البيزنس بتاعك، او اكتب السيرفيس اللي انت بتقدمها، اكتب المشكله اللي انت بتواجهها، اكتب كل حاجه، وانا شخصيا هخش معاك فري ميتنج كول، هتكلم معاك لمده ربع ساعه 10 دقائق اي مكان، اشوف ايه المشكله بتاعتك واقول لك ايه انسب حل ليك. لو الحل بتاعك مش معايا هبعت لك على الواتساب، سوري انا الحل بتاعك مش معايا، انا بقدم كذا 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 كذا، او انا مش انسب حد يساعدك. فاهم حاجه؟ اوفر عليك وقت حتى الميتنج كول يعني. تمام؟ آه لو انت الحل بتاعك معايا هقول لك خلاص خش كذا او كذا او بتاع. الحل بتاعك مع حد غير هقول لك بالاسم روح لفلان، اشترك في كورس علان، اعمل مش عارف ايه. انت اللي بتكلم في ايه؟ احجز لو انت اوريدي عندك بيزنس، ما تحجزش لو انت ما عندكش بيزنس. لو انت ما عندكش بيزنس اليوتيوب مليان، لما تبدا تتعلم سيرفيس وبتاع ساعتها يا سيدي بقى تعالى ايه، بقى تعالى كلمني. انا مش جاي اخد فلوس بصراحه على الفاضي، انا مش عايز اتعامل مع ناس ما عندهاش بيزنس، انا عايز اتعامل مع ناس عندها بيزنس، وعايز اكتر اتعامل مع ناس عندها بيزنس بتعمل اوريدي فلوس كويسه. عشان كده انا مركز على الشانل بتاعت البيزنس بتاعتي، عشان كده ما بنزلش على فكره فيديوهات الفتره دي هنا، ومش بقى حتى بعمل اعلانات حتى للديلرز، لان انا اغلب الناس اللي هنا ممكن تكون مش انسب حد يشتري ديلرز او اي مكان. حتى هناك انا مش بعلن حتى عن الديلرز، اللي هي الكورسات بتاعتي بعلن فيها حاجات علاقه بالبيزنس سكيلز، ازاي تعمل اوفر قوي، ازاي تسعر، ازاي تعمل فانل كويسه، ازاي تقفل جديد، ازاي تماركت نفسك، بلا بلا بلا، الحاجات دي كلها عاملاها في كورس. تمام؟ حتى انا مش بعلن الاعلان ده. آه انا بحب فكره، او انا غاوي فكره ان انا اتعامل مع حد اوريدي بيعمل فلوس، مثلا بيعمل له 30,000 جنيه مثلا او اي مكان، وعنده مشكله معينه، المشكله دي حرفيا لو هو حلها هيسكيل. ممكن يبقى عنده مشكله في ان هو عنده يعني ناس مش كواليفايد ليدز اكتر، او ان كواليفايد ليدز. ممكن يبقى عنده مشكله في الاوفر بتاعه، ممكن يبقى عنده مشكله في ان هو في التسعيره بتاعته، ممكن يبقى عنده مشكله في حاجه بسيطه جدا هو بجد مش شايفها، ممكن يبقى عنده مشكله في الفانل بتاعته، ممكن يبقى عنده مشكله في الاعلان اللي هو بيضخه، ممكن يبقى عنده مشكله في نوعيه البوستات اللي هو بينزلها. فكل دي مشاكل احنا بتواجهنا احنا. فانا بفضل ان انا اتعامل مع الناس دي، لان الناس دي حرفيا لما تخش معايا منتور شيب الناس دي بتطير اسرع بكتير لما يكون في حد اصلا اوريدي ما عندوش اي حاجه يعني. تمام؟ ده كان كل اللي عندي يا رجاله. لو انت يعني مهتم بالبيزنس خش عندي في الشانل البيزنس، اتفرج على فيديوهات فور فري لو انت اوريدي ما عندكش اي حاجه دلوقتي يعني. تمام؟